أهلا بكم يا شباب. كم مرة قلت لنفسك نفسي أتعلم حاجة جديدة بس ماليش خلق، أو ياه ده لسه محتاجة سنين عشان أتعلمها؟ هل نفسك تتعلم المونتاج أو تتكلم لغة جديدة أو حتى تصمم صور احترافية على فوتوشوب بس بتخاف من فكرة الوقت والمجهود؟ لو إجابتك أيوة يبقى الفيديو ده ليك. النهارده هقول لك على قاعدة بسيطة بس فعالة جدا، هتخليك تتعلم أي مهارة وتوصل فيها لمستوى كويس في 20 ساعة بس. أيوة 20 ساعة. يمكن تكون الوقت بتقول مستحيل، بس في الفيديو ده هشرح لك إيه هي قاعدة 20 ساعة وإزاي بتشتغل، والأهم من ده كله هديك خطة واضحة خطوة خطوة عشان تمشي بيها عشان تتعلم أي مهارة في 20 ساعة. إيه هي قاعدة 20 ساعة؟ قاعدة 20 ساعة مش اختراع جديد، ده فكرة طرحها المؤلف جوش كاوفمان في كتابه المشهور أول 20 ساعة، كيف تتعلم أي شيء في 20 ساعة. الفكرة الأساسية ببساطة هي إنك مش محتاج 10,000 ساعة عشان تبقى خبير عالمي في مهارة، أنت بس محتاج 20 ساعة عشان توصل لمستوى كويس في المهارة دي. السر كله في الفرق بين الاحتراف العالمي والوصول لمستوى كويس. 10,000 ساعة الرقم ده محتاجينه لو انت عايز تحترف في المجال، زي الرياضيين الأولمبيين أو المبرمجين المحترفين، دول بيتدربوا أكتر من 10,000 ساعة عشان يبقوا الأفضل في العالم. 20 ساعة الرقم ده محتاجينه لو انت عايز توصل لمستوى كويس في المهارة، عشان تقدر تعمل حوار بلغة معينة، عشان تقدر تصمم لوجو على فوتوشوب. قاعدة 20 ساعة مش بتوعدك إنك هتكون خبير، هي بتوعدك إنك هتعدي مرحلة أنا مش عارف أي حاجة لمرحلة أنا بعرف أعملها. ليه؟ القاعدة دي فعالة. فاعلية القاعدة دي جاية من كذا حاجة في علم النفس. رقم واحد، بتكسر حاجز الخوف. أكبر حاجة بتمنعنا من إن إحنا نتعلم حاجة جديدة هي الخوف من الفشل. فكرة 20 ساعة بتخلي المهمة تبدو سهلة وبسيطة وممكنة. رقم 2، بتركز على الأساسيات. القاعدة بتجبرك تركز على أهم 20% من المهارة اللي بتديك 80% من النتيجة. يعني بدل ما تتعلم كل حاجة عن تشريح العضلات، ركز بس على أهم 4 أو 5 عضلات في جسم الإنسان. رقم 3، بتعدي أصعب مرحلة. في أي مهارة جديدة أصعب جزء في التعلم هو أول جزء. خلال 20 ساعة الأولى أنت بتعدي مرحلة الصعوبة، بتعدي مرحلة أصعب جزء، وبتتغلب على شعور الإحباط في البداية. إزاي تطبق قاعدة 20 ساعة؟ وهذا الجزء يكاد يكون أهم جزء في حلقة اليوم. إزاي تطبق؟ تطبيق القاعدة دي مش مجرد إنك تقعد وتحاول، لازم يكون عندك خطة، ودي أهم 4 خطوات لازم يكونوا معاك. أول خطوة، فكك المهارة. ما تفكرش تتعلم كل حاجة مرة واحدة، فكك المهارة الكبيرة لأجزاء صغيرة تقدر تتحكم فيها. مثلا لو عايز تتعلم فوتوشوب، ما تقولش أنا هتعلم فوتوشوب، قول أنا هتعلم أقص الصور وأظبط الألوان. خلص الجزئية دي بعدين انقل على جزئية تانية لغاية ما تخلص فوتوشوب. الخطوة الثانية، تعلم الأساسيات من مصدر لمصدرين بس. ما تغرقش نفسك بالكتب والمقالات وفيديوهات اليوتيوب والدورات التعليمية. اختار من مصدر لمصدرين بس تتعلم منهم. يعني مثلا لو تتعلم برمجة، شوف قناة على اليوتيوب بتشرح أساسيات البرمجة وشارك في دورة تدريبية. ما تشتتش نفسك. بعد ما تختار المصادر ركز عليها. الهدف انك تاخد المعلومات الأساسية اللي محتاجينها عشان نبدأ. الخطوة الثالثة، شيل العوائق. قبل ما تبدأ تأكد انك جاهز تماما. لو هتتعلم تعزف على الجيتار مثلا، اتأكد ان عندك جيتار. اصلا مش هتتعلم تعزف على الجيتار من غير ما يكون عندك جيتار. خلي عملية التعلم سهلة على قد ما تقدر. الخطوة رقم 4، التزم ب20 ساعة من الممارسة المركزة. ده أهم جزء في القاعدة. خصص ساعة واحدة في اليوم لمدة 20 يوم، أو ساعتين في اليوم لمدة 10 أيام.
أو 45 دقيقة لمدة شهر. المهم إن الممارسة تكون متواصلة ومركزة. وقت التعلم اقفل الموبايل واعمله صامت، ما تشتتش نفسك، ركز بس في تعلم المهارة. القاعدة دي مش مجرد نظرية، في ناس كتير طبقتها ونجح معاها الموضوع. جوش كاومان نفسه اتعلم يعزف في 20 ساعة بس. متحدثين في مؤتمرات في قصص كتير لأشخاص اتعلموا مهارات في 20 ساعة بس. افتكر الهدف من القاعدة دي مش إنك تبقى خبير، الهدف إنك تبدأ، إنك تعدي حاجز الخوف، وإن تعلم أي حاجة مش مستحيل. دلوقتي جه دورك فكر في المهارة اللي أنت عايز تتعلمها أيا كانت، برمجة، تصميم، إنتاج، لغة جديدة. اكتب لنا المهارة دي في التعليقات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اشتراك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام.